هاد الولد هذا غادي يلقاوه مذبوح ومليوح في الحفره اللي جبدوا منها الكنز. وكيفاش قدروا يشدوا الفقيه اللي دار هاد الشيء كامل؟ هاد الشيء هو اللي غادي نعرفوه في هاد القصه هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى هاد الفيديو لقاكم في احسن الاحوال، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي. ويلا نبداو القصه ديالنا غادي تدينا لواحد البلاصه نواحي اكادير، عند هاد الفقيه اللي سميتو عبد الله، والعمر ديالو 40 سنه، مجوج وعنده جوج وليدات، والخدمه ديالو عنده مكتبه كيبيع فيها الادوات المدرسيه. وكيف كنعرفوا هاد الخدمه ديال المكتبه كتخدم مزيان غير في الاوقات ديال الدخول المدرسي، وباقي العام قليل فين كتكون عندهم الخدمه مزيانه. يعني الحاله الماديه ديال عبد الله ماشي مزيان، وهذا الشيء اللي مخلي عبد الله انه مره حيت هو فقيه كيمشي يعالج الناس من المس والسحر والجن باش يلاه يعاون راسو شويه وشكون عنده الحركه مزيان. ما علينا. واحد المره غادي يكون مريح في القهوه، هو يبان ليه صاحبه ديز بواحد الطوموبيل كتبان غاليه، وعبد الله غادي يشير ليه، وصاحبه اللي سميتو سعيد غادي يحط طوموبيله وغادي يجي يريح مع عبد الله في القهوه. هو يقول ليه عبد الله فين غبرتي يا صاحبي؟ هو يقول ليه سعيد صاحبه غير في الدنيا اخويا. هو يسولو عبد الله واش مازال عندك المحل ديال التليفونات ولا قلبتي الحرفه؟ راه انا ما نكذبش عليك، هاد المكتبه كنفكر نبدلها وندير شي حرفه اخرى، والمكتبه راه ما فيها لا ربح لا والو، والله اخويا حتى عييت وموطور ما قدرتش نديرو. وبغيت نسولك اخويا سعيد واش هاد الطوموبيل ديالك؟ هو يقول لي سعيد المحل ديال التليفونات راه مازال عندي، وهاد الطوموبيل راه ديالي. هو يقول لي عبد الله وكيبان لي انا غندير شي محل ديال التليفونات راه كيبان لي فيه الربح. هو يجاوبو سعيد وقال لي واش انت كتصحب هاد الطوموبيله خديتها من الربح ديال المحل ديال التليفونات؟ راك غلط. هو يقول لي عبد الله ايوا قول لي منين خديتي هاد الطوموبيل، راه كتبان غاليه، القليله دايره واحد 50 مليون. هو يقول لي سعيد راه هاد الطوموبيل خديتها ب 70 مليون، وخديت حتى الدار جديده والفلوس في البنك والحمد لله ما خصني خير. هو يقول لي عبد الله واخويا سعيد راك شوقتيني نعرف من درتي هاد الخير كامل، وتعاون مع خوك واعطيني السر الله يرحم لك الوالدين. هو يقول لي سعيد هاد الهضره راه ماشي ديال القهوه، يلا طلع معايا في الطوموبيل وحنا غاديين في الطريق غادي نقول لك السر كامل، حيت انت عزيز عليا وخيرك سابق، والله تا غنقول لك كلشي. ومشى عبد الله وسعيد ركبوا في الطوموبيل وبقاو غاديين في الطريق. وهنا سعيد غادي يقول لعبد الله انت راك تبارك الله فقيه، وهذا الشيء اللي غادي نقول لك غادي يجيك ساهل حيت انت فقيه وحافظ القرآن الكريم. هو يقول لي عبد الله ما فهمتش وضح ليا. هو يقول لي سعيد السر ديال هذا الشيء هو الكنوز وبنادم الزهري، هو السر باش درت الفلوس في مده قصيره. وها انت دابا عرفتي السر، وسير خدم على راسك، وديك المكتبه ما تسدها ما تبيعها باش بنادم ما يعرفوكش كيفاش درتي الفلوس، وتبقى ديك المكتبه بحال هي اللي كتدخل لك الفلوس وهي تضرك داك الشيء اللي كدير. وسعيد وصل عبد الله للدار ديالو وقال ليه سير فكر، وها نمرتي عندك اللي احتاجيتيها صوني لي، وإلا ما عرفتيش شي حاجه نوريها لي. وعبد الله دخل للدار وبقى كيفكر كيفاش غادي يدير لهذا الشيء. السر ها هو عنده، ولكن كيفاش غادي يبدا ما عارفش. المهم داز يومين عبد الله غادي يعيط لسعيد وغادي يقول ليه خويا بغيت نشوفك ضروري. هما يتلاقاو، وعبد الله غادي يقول سعيد خويا سعيد راني ما عرفتش كيفاش غادي نبدا، وريني الله يرحم لك الوالدي. وسعيد غادي يوري لعبد الله كل شيء من طقطق حتى السلام عليكم واشنو خصو يدير الا لقى شي واحد زهري، وكيفاش يعرف فين كاين الكنز، يعني علمو كل شيء. المهم غادي تمشي ليام وتجي ليام. واحد المره سعيد في المكتبه غادي تجي عنده واحد المراه ومعاها دري صغير باش تاخذ لولدها الكتوبه، وعبد الله وهو كيجمع لها في الكتوبه ديك المراه غادا تسها وغادا تطلق ولدها من يدها. داك الدري غادي يتوضر وغادا تبدا تغوت كتقول ولدي كان حدايا ما عرفتش فين مشى. هو يخرج عبد الله وبقى كيقلب معاها، والحمد لله عبد الله لقى الدري. هو يجيبوا ليها وهي تشدو بدات كتعنقو وكتقول ليه ما تبقاش تبعد مني وخصك تبقى حدايا. وهنا عبد الله غادي يقول لها ما عندك علاش تخافي عليه، راه كاع الدراري كيبغيو غير يلعبوا. وهي تقول ليه بيني وبينك راه هذا ماشي دري عادي، وانما راه زهري، داكشي علاش كنخاف عليه. وتخلعت منين ما لقيتوش حدايا، خفتوا لا يكونوا خطفوه ولا داروا ليه شي حاجه. وهنا عبد الله الفرصه جات حتى لعنده، جمع لها الكتوبه خلصاتو وهي تم غاده. عبد الله غادي يسد المكتبه وبقى تابعها بلا ما تحس به باش يعرفها فين كتسكن، وباش هكا يقدر يخطف ليها الدري بلا ما تعيق به. وداك الشيء اللي دار عبد الله، تبعها وعرفها فين ساكنه ويرجع في حاله. ودابا عبد الله خصو الطريقه كيفاش غادي يخطف داك الدري
بلا ما الام ديالو تعيق به. ولاش خدمه عبد الله هي انه كيراقب ديك المراه معاش كتجيب ولدها للمدرسه ومعاش كديه، وهي طيح عليه واحد الفكره من بعد ما عرف الوقت معاش كتجيبو ومعاش كديه، وقال يا ربحه يا دبحه، يا ندير الفلوس يا غنمشي للحبس. واحد النهار ديك السيده غادا تجيب ولدها للمدرسه مع 8 ومع 10 خاصها ترجع باش تجيبو. وهنا عبد الله شوفوا الخطه اللي دار، بقى حاضي ديك المراه ملي جابش ولدها مع 8 وبقى مريح حدا المدرسه حتى وصلت 9 و49 دقيقه، يعني ما بقى والو. وداك الدري غادي يخرج من المدرسه، هو يبعد شويه من المدرسه ومشى للطريق منين كتجي ديك المراه، وهي غاده للمدرسه باش تجيب ولدها مع 10. اشنو غادي يدير عبد الله؟ غادي يقول لها السلام، واش عقلتي عليا؟ غادا تقول ليه عقلت عليك، انت هو مول المكتبه اللي لقيتي لي ولدي ديك المره باش تودر. هو يقول له هو هذا. قال لها راه عندي لك واحد الخبار خيبه. قالت لي ويلي قول لي شنو؟ قال لها ولدك راه خرجوهم قبيله مع 9 ما عرفتش ما قراوش ولا ما عرفتش شنو، وكانوا كيلعبوا قدام باب المدرسه، هو هبط للشانطي ضرباشو واحد الطوموبيل ويلاه داشو الاسعاف. ومن قبيله وانا كندور هنا كنقلب على العنوان ديالك ولا على شي طريقه باش نوصل لك هاد الهضره. ومسكينه المراه غير سمعت ولدها ضرباشو طوموبيل وداشو الاسعاف وهي تصدم. اول طاكسي غادي يبان ليها غادي تشدو وغادي تمشي للسبيطار باش تشوف ولدها. وهنا الخطه ديال عبد الله نجحت. وهنا عبد الله غادي يستغل الفرصه، مع وصلت 10 غادي يخرج الدري غادي يشدو عبد الله من يدو وقال ليه راه ماما قالت لي نديك ليها. وداه عبد الله وعيط لصاحبه سعيد، قال ليه دابا تجي عندي راني لقيت الدري زهري. وجا عنده سعيد وهزوا الدري في الطوموبيل ودوه لواحد البلاصه خاويه وبداو كيقراو عليه داكشي ديالهم وعرفوا بلاصه الكنز. ولكن الطلب ديال الجن باش يعطيهم الكنز هو انهم خاص هذاك الدري الزهري يذبحوه ويلوحوه في بلاصه الكنز، وعادي يمكن لهم ياخذوا الكنز. وداك الشيء اللي وقع. ولكن سعيد هنا غادي يقول لعبد الله شوف انا غادي غير نعاونك، انت دابا اللي غدير كلشي، انت اللي غتذبحو وانا غير غنعاون. وهذاك الشيء اللي وقع. عبد الله غادي يشد الدري غادي يذبحو وغادي يلوحوا في بلاصه الكنز وهزوا الكنز ومشاو في حالاتهم. وكانت الساعه شي 12 ديال الليل. ودابا اجا رجعوا لعند ام الدري. اشنو دارش ملي ركبت في الطاكسي ومشات تقلب على ولدها في السبيطار؟ الام ديال الدري منين وصلت للسبيطار بدات كتغوش وكتضرب في فخادها وكتقول ولدي اشنو وقع ليه واشنو طاري به دابا. والاطباء ما فاهمين والو وقال لها علاش كتهضري على لا؟ قالت لهم دري صغير ضرباتو شي طوموبيل وجابتو الاسعاف. قالوا لا عطينا المعلومات. منين عطاتهم المعلومات قالوا لا 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 هاد المعلومات اللي عطيتينا راه حتى شي دري صغير ما جابشو لينا الاسعاف ضاربه طوموبيل، وحتى شي واحد صغير ما دير كسيده جا عندنا لهاد السبيطار، سيري قلبي في السبيطارات الاخرين. وداك الشيء اللي دارت مسكينه بقات النهار كامل وهي كتقلب في السبيطارات حتى وصل الليل. وصلت 10 ديال الليل وكانت قلبت تقريبا كاع السبيطارات وما لقاتش الدري. وهنا غادا تمشي للكوميساريه وغادا تقول لهم ها كاين وها كاين، ودارت بلاغ على ولدها. وفي الصباح مشات للمدرسه باش تقول لهم علاش خرجتوا ولدي ولا ضاربه طوموبيل وما عرفتهمش دابا في اين سبيطار لاحو. هما يقولوا لها في المدرسه لا لا ولدك راه خرج في الوقت العادي مع 10 مع كاع الدراري. وقالوا ليها الا ما تقشيش بينا هانتي دخلي للقسم اللي كيقرا فيه وسولي الدراري معاش البارح خرجوا. هو ينقز واحد الدري صغير هو يقول لها خالتي ولدك راه داه واحد الراجل عنده لحيه البارح مع 10. وهنا بحال ضربتيها بتصرفيق وهي تفكر مول المكتبه، مشات كتجري عنده للمكتبه وهي غاده في الطريق هي تفكر ديك المره باش قالت ليه ولدي راه زهري. وهنا غادا تمشي عند البوليس وغادا تقول لهم كلشي. البوليس ملي سمعوا الاقوال ديالها وتاكدوا ان هضرتها صحيحه غادي يخرجوا معها البوليس وغادي يمشيو للمكتبه، وفعلا لقاو المكتبه ساده. ومشاو البوليس لدار عبد الله غادي يدخلوا عليه غادي يلقاوه يلاه كيجمع في الباليزه ديالو غادي هربان. شدوه وداو حقه معاه وجبت حتى صاحبه سعيد. المهم جابوا حتى سعيد وداروا معاهم التحقيقات وعرفوا اشنو وقع للدري. وعبد الله غادي يدي البوليس للبلاصه فين ذبح الدري، وفعلا لقاو الدري مسكين مذبوح ومليوح في الحفره اللي تجبد منها الكنز. ومن بعد ما كملوا التحقيقات معاه ومع صاحبه سعيد صيفطوهم للمحكمه، والقاضي سمع الاقوال ديالهم وحكم على سعيد ب20 عام بتهمه المشاركه في جريمه قتل، وحكم على عبد الله بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وخدا 30 عام ويستاهل كثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.